أخبار الكرة المغربية من قناة الكرة نيوز. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنغطيو موضوع مهم وكبير كيخص اللاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله، واللي تعرض مؤخرا لضغوطات نفسية كبيرة بسبب الانتقادات القوية من جماهير الأهلي. هاد الانتقادات جاءوا بعد الخطأ ديال اللاعب في مباراة السوبر الإفريقية ضد الزمالك، حيث تسبب في هدف التعادل، وزاد الأمر صعوبة إهداره لركلة جزاء كانت حاسمة. المدرب السويسري مارسيل كولر اللي كيقود فريق الأهلي قرر يتدخل بشكل مباشر لدعم اللاعب. كولر عقد عدة جلسات نفسية مع يحيى عطية الله بهدف رفع معنوياته ومساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة اللي كيعيشها حاليا. الهدف من هذه الجلسات هو مساعدة اللاعب باش يتخطى تأثير الانتقادات السلبية ويركز على تحسين مستواه في التدريبات والمباريات القادمة. حسب مصادر مقربة من الفريق، كولر يؤمن بأن عطية الله عنده إمكانيات كبيرة وخصو فقط دعم نفسي باش يرجع للمستوى ديالو اللي تعودنا عليه مع المنتخب الوطني المغربي وفريق الأهلي. هذه خطوة كيبين أن المدرب كيشوف بعيد وكيحرص على أن كل اللاعبين يكونوا في أحسن حالة نفسية، لأن الحالة النفسية كتلعب دور كبير في الأداء على أرضية الملعب. العوامل النفسية كتلعب دور كبير في حياة اللاعبين، وخصوصا في الفرق الكبيرة اللي كتلقى فيها الضغوطات من الجماهير والإعلام. لهذا الجلسات النفسية كتكون ضرورية باش اللاعب يبقى مركز على التطور والتحسين. يحيى عطية الله خصو الآن دعم كبير مش فقط من المدرب ولكن حتى من الجماهير والمحبين ديالو باش يقدر يرجع بقوة في المباريات الجاية. نتمنى ليحيى عطية الله أنه يتجاوز هذه المرحلة الصعبة ويرجع لواحد المستوى اللي يفرح به الجماهير. وغادي نبقاو معكم متابعين لتفاصيل أكثر في الحلقات القادمة باش نعرفوا واش هذه الخطوة ديال الدعم النفسي غتجيب أكلها. شكرا لمتابعتكم، وشاركونا آراءكم في التعاليق. واش كتشوفوا أن الجلسات النفسية ممكن تكون الحل ليحيى عطية الله؟ وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل جديد.